مباشرة من على الطريق إلى في اتجاه ملعب الأمير مولاي عبد الله. نحن نتواجد بضواحي العاصمة الرباط في اتجاه الملعب كما قلت، لكن جودة الصورة وجودة هذا النقل يعني ترفع القبعة لكل الزملاء وأيضا لكل الأطفال التي أمنت هذه الصورة الحضارية الكبيرة لمملكة ال12 قرن التي تواصل الإنجاز. ويكفيني نخليكم أنكم تعرفوا شوية على هذه الصور. يا ريت أنها صور يعني نبقاو متابعين حتى نوصلوا للملعب، لأنها يعني أنا أعرف جيدا بأن الجمهور المغربي يعشق أن يتابع هذه التفاصيل الغريبة عن عالم كرة القدم، هذه التفاصيل الاستثنائية في كل شيء. رشيد البدراح. وفيما يخص دابا جبتي واحد القضيه اللي هي مهمه، باسكو كنهضروا على دوره استثنائيه، كنهضروا على جوده الملاعب. رشيد بودراوي، حتى ان الزملاء الان يخبرونني بان جميع التقنيات وايضا جميع الترتيبات وضعت لمواصله هذا موكب حافله المنتخب الوطني من هذه النقطه الى ارضيه الملعب بكل التفاصيل، بكل يعني الحيثيات الممكنه من اجل ايصال او ان نعيش هذا الحفل بكل التفاصيل الممكنه. بودراح سي خالد، نهار بدات كما كنقولوا كاس افريقيا، كنا كنهضروا على استثنائيه بارابور لي انفراستركتور. دونك باش كل واحد نعطيوه حقه وللامانه، ملي كنشوفوا لا روترانسميسيون، انا ديجا كنت كنحصل لي شرف دخلت ميديا زون في التيران. نعم. انا كنظن لوتي التكنولوجيك اللي موفر في ميديا زون ما كنظنش غادي يكونوا في لي زوت بلاتفورم او نيفو ليشلون في لي زورغانيزاسيون اللي كانوا على ليشلون مونديال. نعم. وكخيرو دليل قبيله واحد الصحفي قال بان كان في لي زيتازوني، دونك كاين واحد التفوق هذه من جهه. دونك كما قلتي الاطقم كاين واحد الدور اللي هو كبير في شخص رئيس المديريه